بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إنه لمن المحزن جدا أن نرى بلدنا الغالي يمزق أغلى ثروة لديه، وهي ثروة الوحدة الوطنية والنسيج الاجتماعي المتماسك الذي أنعمه الله تعالى علينا نحن أبناء الكويت، حيث نرى البعض يحاربها علنا ويحاول عابثا أن يمزقها. وبصفتي مواطن كويتي وشاعر وعضو برابطة الأدباء الكويتيين، أوجه هذه القصيدة لكافة أبناء المجتمع الكويتي بمختلف أطيافهم، وأقول: هواجيس الشعر بعض الليالي تجمع لي ونختار الجزالي، وتعب هاجسي من كثر مشطب، وعيد البيت ليلي يريح بالي، ولا مني كتبته واعتمدته أقوله بالمحافل ما أبالي. وليل البارحة ما طال لكن منامه لو ثواني ما هنالي، سهرت سامره وارعى نجومه وطرالي من الهواجس ما طرالي. ذكرت أجدادنا أهل السجايا أنا أشهد بأنهم فخر الرجال، ولا هم للبلاد اللي رعتهم ولا إن راسخ مثل الجبال. عطونا كم عطونا من النصايح وشتت شملنا طول الليالي، وصرنا كل يومين نتباعد وجنب درب الأجداد العيالي. فيا ليت الزمان يعود حتى نعانق قمة الشم العوالي، فلن تستطيع تصفيقا بكتب ولكن فيهما هل من محالي. فيا أهل الكويت ألا أفيقوا، ألا اتحدوا وسيروا للمعالي، وقولوا لن يفرقنا بيوم غراب البين مذموم الخصال. سنبقى دائما شعبا أبيا ونفدي أرضنا في كل غالي. سنبقى دائما شعبا أبيا ونفدي أرضنا في كل غالي. سالم خالد رميضي العازمي، الكويت، 31 يناير الساعة 4:02 صباحا.